أهلا وسهلا بكم. وأخيرا تم ترحيل مراسل قناة كرغولية. هاد القناة اللي كتسمى بقناة النهار أو النهيق، هاد القناة اللي كتضل تسب وتشتم في كل ما هو مغربي. وهذا السيد هذا ولا هذا المسمى ب كمال المهوي جا باش يغطي زعما التظاهرة الرياضية، وجا مع الوفد الجزائري للمغرب، وكيحط رجليه في المغرب. داروا معاه حوار، كيسولوه قالوا ليه كيف جاك التنظيم، كيف داير الاستقبال، كيف. قال لهم عادي، حنا ما كيهمناش يقول عادي ما عاديش، شغلو هذاك النظريه ديالو هذاك، لان العالم كله كيشوف كيفاش كان التنظيم وكيفاش كان الاستقبال. بحال الجزائر، بحال تونس، بحال الدول الافريقيه كلها، كان تنظيم وكان استقبال اجمل استقبال واحسن استقبال، وكانوا الوفود كلهم شهدوا على ذلك. حنا ما كيهمناش يقول اللي عجبه. ولكن الا رجعنا للوراء وشفنا الحوارات ديالو اللي كان كيدير في قناة النهيق، كان دائما كيسب وكيشتم المغرب، وكيتهم المسؤولين الرياضيين المغاربة، كيتهمهم بالكولسة والجوساسة، دائما نفس الأسطوانة اللي كتكرر. ولكن هو فيه هذا الخبث وفيه هذا الكره للمغرب. كيفاش جا وعلاش جا؟ اولا، حنا كالمغاربه داروا واحد الهاشتاغ وعرفوا القضيه ديالو. اول واحد كان اكتشفه هو واحد المعارض جزائري، هو اللي قال المغاربه ديروا الهاشتاغ على هذا السيد، راه كان كيسب المغرب وكيسب المغاربه، وفي ديك نفس القناه النهيق. وراه جا فسولو قالوا ليه كيفاش جاك التنظيم، المهم الى اخره. تم الترحيل ديالو. كيفاش حنا ما عرفناش، المهم تم الترحيل ديالو. وتلقاو بان كاين واحد السبب رئيسي كذلك على باش يمشي لبلادو ويرجع في حالته، هو انه ما عندوش او ما حاصلش على الاعتماد الخاص بتغطيه الفعاليات او البطولات الكرويه الافريقيه. يعني هو كان داخل وكان خارق للضوابط المعتمده لتغطيه بحال هاد التظاهرات القاريه. المهم بحال هذا النوع هذا ما خصوش يدخل لبلادنا، لانه كيكره بلادنا وكيبث السموم ديالو وكيبين على الخبث ديالو. لان المملكه المغربيه الشريفه بحال هاد الناس خط احمر، يعني المملكه المغربيه خط احمر، بحال هاد الناس لازم يتمنعوا من الدخول الى بلادنا. المهم ان هذا الخبر رسميا تم الطرد ديالو، ويمكن غيعوضوه بشي واحد اخر. اذا كان شي اخبار اخرى غادي نعاود نجيبها لكم، والى اللقاء.